مساء الخير. انا عاده ما بحبش اعمل فيديوهين في يوم واحد او حاجه، وما كنتش عايز اطلع، بس الموضوع استفزني. يا محمد صلاح، يا محمد صلاح، لا لا، بص يا ابو صلاح، انا اكتر واحد كان بيدافع عنك في عز ما الناس كلها كانت بتهاجمك، والفيديوهات كانت موجوده، والناس كانت بتهاجمني عشان بدافع عنك. بس لا يا محمد صلاح، انا مش هقدر اعمل حاجه هنا دلوقتي. انت غلطان، بل انت كده بتضيع الدنيا وبتضيع تاريخك ايه اللي بيحصل؟ من ساعتين لقينا خبر نزل على صفحة اتحاد الكورة، قال لك محمد صلاح سوف يغادر عشان يتعالج وياخد تأهيل في ليفربول. وطبعا مين اللي اعلن كمان؟ ما احنا بقى دخلنا بقى، ما احنا اكتشفنا بقى في انترنت، فاكتشفنا. كان زمان ممكن يضحكوا علينا، يقول لك تليفون ارضي كلموهم وقالوا ابعتوا محمد صلاح عشان ياخد تطعيم الكوليرا، كان في. انما دلوقتي اكتشفنا ان المعلم كلوب مدرس الالعاب هو اللي اعلن الخبر، وقال لك انا كلمت محمد صلاح وهو هيجي بكره او بعد بكره عشان يقعد في العلاج اسبوعين. ولو المنتخب صعد نبقى يرجع تاني المنتخب تاني لو وصل النهائي. هو انا بشتري قميص؟ هو انا شاري قميص يا محمد صلاح؟ لا تراجع ولا استبدال ولا في ايه الدنيا؟ هو انت سلعه؟ هو انت ايه يا ابني؟ يا ابني ليه كده يا محمد صلاح؟ ليه عايز تبوظ الصوره الذهنيه اللي في دماغنا؟ ليه يا محمد صلاح عايز تقفل الكتاب؟ يا كاتب التاريخ اقفل لحد هنا، اقفل لحد. لا معلش يا ابو صلاح، الفيديو ده مش هيبقى دفاع وخلاص، وهي كده شكلها خلصت. يا ابو صلاح، انت راجل مشرف نفسك ومحقق ارقام محدش عملها. مفيش لعيب عربي حققها في الدوري الانجليزي، مفيش لعيب مصري حققها، وممكن ما يكونش فيه تاني. بس كل دي الارقام ليك يا محمد صلاح. اتفرج على ميسي ورونالدو. ميسي يا محمد صلاح بكل القابه وكل كور دي، الكور بتاعته وكل جواله والعالميه اللي وصل لها، كان بيتهاجم في بلده عشان ما راحش كاس العالم، عشان ما خدش كاس العالم. كان بيتهاجم. وكان ميسي في اول سؤال كان يتسال دوري ابطال، تشامبيونز ليج، مش عارف الدوري الاسباني، يقول لهم كاس العالم. وفضل ورا حلمه لحد ما خد كاس العالم، لدرجه الناس كانت بتطالب باعتزاله، وفعلا اعتزل ورجع تاني. يا محمد ده ميسي. رونالدو كان بيموت عشان ياخد بطوله مع البرتغال، وخد بطوله مع البرتغال. لان هو ده يا محمد صلاح اللي بيقعد. احنا جيل ابو تريكه، وجيل عماد متعب، وجيل 2006 و2008 و2010، احنا الجيل ده تملي لما بنفتكره بنقول 2006 و2008 و2010. ما بنقولش دوري ابطال افريقيا، ما بنقولش اصل الدوري المصري، لا، بنفتكر بالمنتخب. المنتخب هو اللي بيعمل تاريخ يا محمد صلاح. خلي بالك بس، المنتخب بيعمل تاريخ. هتعمل تاريخ مع النادي بتاعك، تمام، هتعمل تاريخ مع النادي بتاعك، بس بلدك برضه والمنتخب لا. اللي انت بتعمله ده يا محمد صلاح، انت بتهدم تاريخك مع المنتخب بل مع الناس، ورصيدك عمال ينزل. وانا مش فاهم، انت كل شويه اتكلمنا على المنتاليتي وانت ما فيش منتاليتي برضه يا محمد صلاح. معلش، ما تنزل للمنتاليتي بتاعتنا، انزل بقى للمنتاليتي بتاعتنا شويه. شفنا احنا بنفكر ازاي ويمشي معانا. خدنا في ناس كتير عاشت بره وفاهمه يعني ايه منتاليتي يا محمد صلاح. انا عشت 11 سنه في هولندا، والواحد بيتعامل مع البواب ويتعامل مع الوزير، مع احترامي يعني للبواب. انما انت كل ما نكلمك تخش اصل المنتاليتي بتفرق. والنهارده طالع في المؤتمر الصحفي عمال تتكلم وقلت كلام محترم، وكلنا اتكلمنا ودعمنا ودافعنا عنك. تيجي النهارده تقول انا مسافر، وتخلي كلوب هو اللي يعلنها. اطلع اعلنها، هو خالك؟ هو كلوب بقى خالك يا محمد صلاح؟ فهمنا برضه. مش عايز تيجي تلعب تاني مع منتخب مصر؟ انا لو منك اطلع اعلن اعتزالي دوليا بعد البطوله وخلي بالك، هزيت لك بالشعر بيت، محدش هيزعل. خلي بالك يا محمد صلاح، محدش هيزعل ولا حد هيهاجمك. دي المفاجاه. يعني محدش هيزعل، بالعكس هنتقبل قوي رايك ووجهه نظرك، والناس هتقول تمام وبتاع. هو كده كتر خيره الراجل وبتاع، ويكمل. وربنا يكرمك بره، وهنبقى معاك ومتابعينك، ونخش نصوت لك لو في تصويت اختيارات جماهير، هنخش نعمل لك كل حاجه. بس انت مع المنتخب لا يا محمد صلاح، ده علامه استفهام. انت ما ينفعش. انا لو انا ما هي الكوره كده، ما هي الكوره عندنا واقعه. نظام، ما فيش نظام عندنا في الكوره. لا في دوري ولا في اتحاد كوره قوي. لو انت هتمشي اتحاد الكوره ده ما يديكش الاشاره تاني. شرط الكابتنه لازم تسحب منك. انا بقول لك الصراحه، شرط الكابتنه بعد القرار اللي انت تتعالج بره. ليه ما فيش مستشفيات يا عم؟ هو انت عندك خلفيه؟ هو حد عامل لك عمل في السمانه؟ دي انت عندك خلفيه يا محمد صلاح، مش ده اللي احنا عارفينه. خلفيه بتقعد اسبوعين، خلاص يا عم. مش قادر تقعد يومين مع المنتخب؟
لا واتحاد الكوره بقى بعديها قام طالع لا بس هو هيتفرج على ماتش بكره وهيسافر بعد بكره. طب وليه؟ طب وليه العطله؟ ما يسافر بكره، بكره الاثنين اجازه حلاقين، يطلع يسافر. انما غير كده لا. هتقعد تعمل ايه طيب؟ مش تعمل حاجه. هتقعد مش هتعمل حاجه. فانت يا محمد يا صلاح انا شايف مش عارف تعيد حساباتك، او مش عارف تفكر، او انت شايف المنتخب عامل لك ازمه. لا خلاص، انا لو منك اعتزل دوليا ما فيهاش حاجه. لما بقى الجماهير تتغير او الدنيا بتتغير ابقى ارجع، او تلاقي جيل قوي يلعب معاك يبقى روح، يبقى تعالى ارجع تاني من الاعتزال دوليا والعب وبتاع. انما كده واحنا عندنا ماتش مصيري يطلع القرار ده مين اللي مطلع القرار؟ وكلوب هو اللي طلع الاول قبل اتحاد كوره. انا بقى لو من اتحاد الكوره سحب شاره، يسحب منك الشاره. انت ما ينفعش تبقى كابتن منتخب مصر، ما ينفعش. انا مش هقبل اشوفك تاني كابتن منتخب مصر. لما تسيب منتخب مصر في وقت زي ده وتمشي، لا في حاجه غلط في السيستم يا محمد صلاح. وبراحتك بقى، الواحد دافع عليك كتير قوي، ويمكن انا عمري ما قابلتك خالص. كنت بدافع عنك محبه عشان كنا شايفينك في الاول عادي وشخص مصري وربنا يكرمك وناجح وبتاع، كلنا واقفين في ظهرك. بس اللي بيحصل ده غلط يا محمد صلاح، غلط. انت اكنك عامل بسله من غير جزر، تمام، عامل رز من غير شعريه. فتمام، كل واحد ده انا بشوفه بيحاسب على مشاريبه. بس يا ريت ما حدش يطلع تاني يقول لك اصل انتوا بتهاجموا، اصل انتوا بتعملوا. لا يا جماعه، لا في حاجه غلط. احنا عمرنا ما لقينا ميسي اتقمص ومشي، عمرنا ما لقينا رونالدو كان واقف في نهائي قدام فرنسا في الاوروبا وهو رابط رجله بالتلج وواقف جنب المدرب وعمال يضربه ويخبط وبتاع، وعمال يقول له العب وانت شوط وانت اعمل ضربه الجزاء. هو ده اللي احنا كنا بنشوفه، فهو ده اللي كنا مستنيينه منك. عادي خالص يا محمد صلاح، احنا مش مستنيين منك كاس العالم، عادي خالص. في لعيبه كتير، جيل ابو تريكه ما صعدش كاس عالم، ما زعلناش ولا اتخانقنا ولا عملنا وبتاع، بس كانوا رجاله. رساله للعيبه اللي هتلعب بكره، انتوا لو ما كسبتوش بكره، او دي حاجه بتاعت ربنا، او رجاله 11 راجل لعب بكره، 11 راجل لعب بكره وقدر يكسب وبذلتوا مجهود، فعلا انتوا هتبقوا رجاله وهتشيلوا المنتخب الفتره الجايه. ما كسبتوش او ما عملتوش اداء رجولي ومفيش روح ومفيش حاجه، الجلد عليه العوض، ما تستناش منه اي لعيب. بس بعد اللي حصل النهارده وبعد الغيره وبعد حرقان الدم اللي عند الجماهير دلوقتي، انا لو منكم باذن الله تكسبوا بكره، واحنا قادرين نكسب بكره وباذن الله هنكسب بكره. بس ومحمد صلاح يسافر بعد بكره بقى خلاص. وان شاء الله يا عم كلوب، فاهمنا يا كلوب، ده انا لسه هجيلك بقى، ده انا جاي لك ليفربول، انا لسه هجيلك. ونشوف بقى عم كلوب هيبقى يبعت محمد صلاح ولا ايه، يبقى يبعته ولا مش فاهم. لا انا شايف يا كلوب اخويا ما يجيش، وخليك بقى معاه، خليك معاه.